كل ما تقرر تبدا الماني بيطلع لك عذر او اتنين او يمكن الخمسه. Lass uns darüber debattieren. نمرة 1. اللغة صعبة. طبيعي أي حاجة في البداية بتكون صعبة، لكن بعد كده لما تمارس اللغة وتقضي وقت طويل معاها الموضوع بيبقى أسهل بكتير، وهتستغرب بعد كده الموضوع قد إيه كان سيمبل وبسيط. نمرة 2. حاسس ان هو مش وقته دلوقتي انك تتعلم الماني، لكن لما تلاقي فرص كتير، فرص شغل او سفر وهكذا، هتقول يا ريتني اتعلمته من زمان. الفرص مش بتيجي بمواعيد. نمرة 3. مشغول وما عندكش وقت. كل الناس مشغوله، لكن اللي عايز يركز على هدفه بيخلق دايما فرص ووقت. بسبب التنوع الكتير في طرق التعليم زي الاوفلاين او الاونلاين، خلاني ان انا اقدر اكمل الدراسه في اللغه الالمانيه واقدر لمستوى كويس. نمرة 4. جربت لوحدك وبعد كده وقفت. ممكن تكون المشكله انك بدات لوحدك، في ناس كتير بتحتاج دعم او تشجيع علشان تكمل الطريق لاخره. نمرة 5. مش لاقي مكان ثقه ابدا فيه اللغه الالمانيه، وعشان كده انا موجود هنا في MIG. هتلاقي تجربه كامله، انستراكتور متميزين، خطه واضحه توصل لاخر الطريق. ولو ولا واحد من الاعذار دي هو السبب، يبقى غالبا الشيطان هو السبب.